السلام عليكم أصدقائي. اليوم سوف نتكلم عن فريق أرسنال وشغله الكبير في سوق الانتقالات هذا الصيف. أولا، إن المدير الرياضي الجديد أندريا بيرت هو الذي أصبح مدير الرياضي لفريق أرسنال منذ قدومه عدة أشهر قبل عدد منذ قدومه بعدة أشهر فقط. قام بشغل كبير في هذا السوق الانتقالات. أولا، استطاع منذ قدومه أن يجدد عقد كل من لويس كيلي، إيتانو نيري، وأيضا جابرييل ماغالاش. وأيضا يقال أنه قريب تجديد عقد صليبة، والذي يعد من أهم ركائز فريق أرسنال في الدفاع. أما بالنسبة للاعبين الذين تعاقد معهم فهم كل من مادويكي من تشيلسي، وكيبا حارس من بورتموند، وأيضا خط وسط كل من زيبو مندي من ريال سوسيداد، وأيضا نورغراد من برانتفورد. ولا ننسى رأس حربة وهداف لشبونة جوكيراس، وأيضا المدافع الشاب الإسباني كريستيان موزيكير من فالنسيا. هادو ستة اللاعبين الذين تعاقد معهم فريق أرسنال حاليا هذا الصيف، وهم مع البعثة في مع بعثة أرسنال حاليا، وينضمون إلى فريق أرسنال. أما بالنسبة للاعب إيزاي، وهو لاعب مهاجم كريستال بالاس، يستطيع اللعب كمهاجم، كمهاجم تحت كمهاجم على الجناح الأيسر، أو لاعب رقم 10. يعني يلعب، يعني متعدد المراكز، ويستطيع أرتيتا بخلاله هذا اللاعب أن يوظفه في مراكز مهمة جدا. وأيضا يستطيع المراوغة، وقوي بدنيا وصناعة الأهداف. إلى حد الآن أرسنال يريد بيع بعض اللاعبين حتى يتيح له المجال لكي يستطيع استقطاب هذا اللاعب. أما بالنسبة للاعبين الذين يريد بيعهم أرسنال هذا الصيف والتخلص منهم، هم كل من أول نيلسون ربما إلى فولهام، وأيضا زينشينكو إلى حد الآن لا نعلم أين وجهته، ربما يخرج ربما يبقى. وأيضا فابين فير أكثر خروجه قبل بقائه، فخروجه مؤكد ومحتمل هذا الصيف، أو يستهام هو الوجهة القادمة ربما. آه، وأيضا يوجد لاعب كبير في الهجوم يخرج هذا الصيف، إما جابرييل، أما جابرييل مارتينيلي أو خوسيس أو تروساد. هذا الثلاثي وأتوقع خروج واحد منهما، خاصة أن اللاعب بيزاي عندما يأتي سوف يكون يستطيع اللعب كمهاجم أيسر، أو اللعب تحت رأس حربة، والذي عدد المواصفات وعدة مراكز. لذلك يجب على أرسنال التخلص من لاعب مهم في الهجوم. وأظن أن التخلص من جابرييل خوسيس هو الأكثر محتمل خروجه أكثر من تروسارد أو جابرييل مارتينيلي، وذلك لإصابة جابرييل خوسيس الذي ابتعدته عن الفريق أكثر من 4 أشهر. إلى حد الآن لم يستطع العودة. هذا ملخص فريق أرسنال حاليا في سوق الانتقالات الذي أتى به هذا الموسم. لكن يجب على أرسنال عليه الشغل الكبير في المناطق الحساسة، وهي في العوامل البدنية للاعبين، لأن اللاعبين حاليا بدنيا يستطيع أن نقول ليس في أحسن لياقتهم، وذلك من كثرة إصابات اللاعبين. يجب على الفريق ومدرب أرتيتا والجهاز الطبي للفريق أن يعمل على هذا الجانب، وهو تحسين الفريق بدنيا، وقلة، ويجب على الطبي أن يجعل هذا الفريق يقلل من الإصابات. وأيضا على أرتيتا عند المباريات يجب أن يكون له متحور يجب أن يكون في فريقه المدورة، حتى يستطيع اللاعبين أن يستريحوا أكثر من أن يلعبوا، وذلك عدم إرهاق اللاعبين لكي لا يؤدي بذلك إلى إصابات اللاعبين، خاصة المهمين في الفريق وهم أعمدة الفريق. وأنا أتكلم عن الشطر الثاني من الدوري، يعني أن الشطر الأول من الدوري تستطيع أن تتحكم في اللاعبين وتعطيهم اللاعب أكثر من ذلك لكي يسترجعوا مستواهم، ويكون التفاهم متناغم بين اللاعبين في الهجوم، في اللعب وسلاسة اللعب والفهم والتكتيك وإلى آخره. أما في الشطر الثاني فعلى المدرب أن يخفض قليلا من دخول اللاعبين الأساسيين في مباريات غير مهمة جدا، وخاصة في مباريات الصغير، وجعل اللاعبين آخرين الاحتياط يلعبون أكثر، وذلك ليكونوا متاحين في أي وقت، وفي أي وقت عندما يصاب لاعب أو عندما يكون مرهق.
لا تجلس لاعب لا تجلس لاعب اشتريت هذا الموسم، طيلة الموسم عدة مباريات، ثم عندما يصاب لاعب ستقول له قدم ما قدمه اللاعب الأساسي وأنت لم تعطيه فرصة أبدا. يجب على أرتيتا المداورة من بداية الموسم إلى نهايته حتى يتاح للاعبين كل لعب، وأيضا يتاح للاعبين كل عدم الإصابة وعدم الإرهاق وإلى آخره. ولا ننسى أن بطولة كأس العالم الموسم القادم في 2026 التي تقام في أمريكا وكندا وأيضا المكسيك. هذا ملخص سوق الانتقالات الصيفية لفريق أرسنال. وسوف نتكلم عن فريق أرسنال عند نهاية سوق الانتقالات في شهر أوت. سوف نتكلم عن ملخصه وما يستطيع فعله في هذا الموسم من بطولات وإنجازات وإلى آخره. وشكرا.